إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. يا سيدي، يعني البيت الذي يقرأ فيه القرآن بشكل مستمر ليه جوائز، ليه نفحات ربانية. هتجد في البيت ده راحة وهدوء، هتجد في البيت ده تناغم وانسجام وتراحم بين أفراد الأسرة، وتحضره الملائكة. عارف وجود الملائكة في البيت يعني إيه؟ يعني وجود الرحمة، يعني نزول السكينة والطمأنينة على أهل البيت. وتهجره الشياطين، تبتعد عنه الشياطين ويكثر خيره. بيت في خير، في بركة، بيت في استقرار وهدوء، في عمل وإنجاز على المستوى الدنيوي والأخروي، يعني بيت موفق. طب الخير ده بسبب إيه؟ بسبب القرآن الذي يقرأ فيه. بيت آخر لا يقرأ فيه القرآن، أمال في إيه؟ في غناء ليل ونهار، في مهرجانات وأفلام وقيل وقال ليل ونهار. طب البيت ده أخباره إيه؟ اسمع كده: وإن البيت ليضيق على أهله. البيت بالنسبة له سجن، خنقة، لا هو طايق نفسه ولا اللي معاه طايقينه. وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة، الملائكة مش موجودة في البيت، وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. يعني البيت الذي ليس فيه قرآن، لا يقرأ فيه قرآن، مفيش فيه صلاة، مفيش فيه ذكر لله، البيت ده مفيش فيه استقرار، مفيش فيه هدوء، هتتلاقيه مليان مشاكل ليل ونهار.